ونأتي للجديد في هذا اليوم، الحديث عن ثالثا في موضوعنا، وهو مجاهرة محمد بالدعوة. ابتدى محمد بقى يجاهر انه نبي بعد ما اقتنع، واقنعته خديجة، اقنعته تمام. فابتدى ايه يجاهر بقى، سندته، وقفت في ظهره وزقته عشان يجاهر. ونشوف الكلام بقى في كتاب حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار. طبعا انتوا عارفين الكتب كانت دايما تبقى سجع كده. جزء 1 وصفحة 178، واسم المؤلف محمد ابن عمر بعرق الحضرمي. وادي الكتاب اهو، ماشي. يقول ايه بقى؟ يقول، انا ناقل الكلام بالنص: وفي السنة الرابعة من مبعثه نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. ده في سورة الحجر آية 94 و95. يعني ايه الكلام ده؟ اصدع يعني واجه المشركين، كلم. طبعا جبريل قاله بالكلام ده. فامتثل محمد امر ربه واظهر الدعوه، ده الكتاب بيقول كده، الى الله تعالى، فدخل الناس في الاسلام. باختصار كده الراجل لم الموضوع ده اللي جه في احد المراجع عن المجاهره بالدعوه للاسلام. وتقريبا كل المراجع الاسلاميه بتتفق في ذلك، لكن انا ليا بقى قراءه اخرى لكتب التراث، والتي لا يمكن ان يتجاهلها المسلمون. تحدي، وسوف اتعرض لذلك بالتفصيل، مش النهارده، لكن لما اوصل للجزء الثالث اللي هو كشف حقيقه الاسلام من هذا الكتاب، بخصوص اعتماد محمد على عصابات قطاع الطرق بمكة لنشر سلطانه في مقابل إعطائهم نصيبا من الغنايم. الصعاليق، اسمهم كده الصعاليق في كتب التراث، انه تحالف مع صعاليق مكة. ما بيغزوش، بس ما بيقدروش يطلعوا الحاجات دي بقى. بيخبوها، العوار انهم يكشفوه، لا بيخبوها كده داري. بس احنا هنكشف كل حاجه بالتفصيل، ومن واقع كتبكم انتم. فوق اقروا كتبكم. يبقى ده بدء مجاهرته بالاسلام، ماشي. ننقل للنقطه الثانيه، هجرته الى المدينه ليثرب واتفاقه مع عصابات الأوس والخزرج. كملت العصابة ازاي؟ تعال نقرا في كتب التراث. كتاب تاريخ الإسلام تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسن، جزء 1 وصفحة 77. حلو الكتاب اهو، كتاب معترف بيه اهو، هو موجود على الانترنت وعلى الرفوف. بيقول ايه بقى؟ بيقول: ما أن السنة العاشرة من نزول الوحي حتى أصيب الرسول بوفاة عمه اللي كان بيحميه، وهو أبو طالب. مات شيخ القبيلة، مات
اللي كان بيحميه من الناس. ثم ماتت خديجة اللي كانت سند ليه وكانت بتزقه، ماتت رخرة بعد أبو طالب. يا دي المصيبة، الراجل بقى لوحده. وكان موتهما قبل الهجرة ب3 سنين. قعد 3 سنين في مكة بعد ما ماتوا وشاف الويل، وعشان كده ابتدى يفكر انه يهاجر. اصبح بقاؤه في مكة، ده الكتاب بيقول كده، اصبح بقاؤه في مكة محفوفا بالمخاطر. ويكمل: وتتابعت على الرسول بموتهما المصايب، ونالت منه قريش. قدروا عليه بقى، ضعيف، وكانوا يؤذونه. يعملوا ايه؟ بما يلقون عليه من الاقذار، يرموه بالوساخه. وقت صلاته وطعامه، احتقار، ما شافوش منه حاجه كويسه. راح اتفق مع الصعاليك. ويكمل الكتاب في صفحه 78 يقول ايه: فانطلق الى مدينه الطائف، ودعا فريقا من اشرافها الى وحدانيه الله. حلو. ولكنه لم يلق منهم اذنا مصغيه، بل قابلوا دعوته بالاستهزاء، ما سمعولوش. ويكمل الكتاب يقول: واغروا به سفهاءهم وعبيدهم، يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس والجأوه الى حائط، زنقوه في حيطه. وفين يوجعك؟ قرر بعدها عاد الى مكه. ملوش اكل عيش في الطائف. يا دي المصيبه. امال ايه؟ ويواصل بقى الكتاب نفسه المرجع يقول ايه: وجدت دعوة الرسول بيئة صالحة في أهل يثرب اللي هي المدينة المنورة، وهم على اتصال بمكة عن طريق الذين كانوا يفيدون من أهلها على مكة للحج. طبعا كان في ناس بيجوا يحجوا في الجاهلية. وعلى الأخص عن طريق ذلك الوفد الذي أرسلته الأوس، قبيلة الأوس، إحدى قبائل يثرب من المجرمين، في السنة 10 من البعثة، يلتمس من قريش الحلف على قومهم من الخزرج. يعني الأوس راحوا في قريش عشان خاطر يكسبوا صداقتهم ويحاربوا الخزرج اللي هم القبيلة التانية اللي في يثرب المدينة. يقوا عليهم، عايزين يحاربوهم. الأوس عايزين يحاربوا الخزرج لأنه كان في عداوة بين الاتنين. خلاص. وانتهز الرسول نهاز الفرص بقى، فرصة وجودهم، قالوا تعالوا لي بقى، ودعاهم إلى الإسلام، فأسلم بعضهم. يا حلاوة. واضح من هذا المرجع وغيره من المراجع اللي أرخت لهذه الفترة، واضح إيه؟ إن الأوس والخزرج ساعدوا محمد على الهجرة إلى يثرب المدينة المنورة، فوصلها في يوم الجمعة 20 سبتمبر سنة 622 ميلادية، ودي كانت سنة الهجرة. والواقع أن لي تعليقا وتحليلا بحثيا عن دور قبيلتي الأوس والخزرج في المدينة المنورة، وهم عصابتان إجراميتان من قطاع الطرق اللي سندوا محمد. فمن الثابت ومن واقع المراجع الإسلامية
ان العصابتين دول كانوا من قطاع الطرق، وهجيب لك المراجع، مال كل حاجة بالدليل والبرهان. فاعتمد عليهم محمد بعد ما عقد معاهم معاهدتين. المعاهدتين دول تتعرفوا باسم بيعتي العقبة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. عمل معاهم اتفاق جنتلمان، قصدي تيروريست مان أو تيروريست من، كلهم إرهابيين. وده اللي هنعرضه في الجزء الثالث من هذا الكتاب، وأنا بتكلم عن كشف حقيقة الإسلام بتوسع بقى. بس دي كانت مقدمة بسيطة عشان خاطر ندي خلفية للوضع. يبقى محمد تعاون مع مجرمين من مكة، هم الصعاليق، وتعاون مع مجرمين من المدينة المنورة وهم قبيلة الأوس والخزرج. الثلاث مجرمين دول تعاونوا مع محمد واتفقوا مع بعض انهم يهجموا على القبائل ويهجموا على القوافل اللي جايه من الشام واللي جايه من اليمن، وينهبوا اموال تجار قريش. وقد كان ذهب زي ما جاي. انا هحكي كل حاجه بالتفصيل، مش هخلي تنتوفه تايهه الا لما اصلها من المراجع الاسلاميه واوريها لكم يا مسلمين، عشان تدرسوا، تقروا، تبحثوا، تحللوا، تفهموا، وبعد كده تقرروا اللي انتوا عايزينه. لان انا بحترم عقلكم المغيب. فكروا من اجل مستقبلكم الابدي. هتروح فين؟ هل محمد هيقودك الى حضن الله ولا حضن الحريات؟ اوهام، اوهام ضحك عليكم بيها، اوهام. لكن بنعمة ربنا في هذا البرنامج سنكشف الستار عن هذه الأسرار ونوضح لكم الفضايح علشان تفوقوا وتقرروا اللي انتوا عايزينه. وبصلي، خليني أصلي. يا رب بتوسل إليك يا سيد، وكل المؤمنين اللي داقوا حلاوتك، وكل العابرين اللي اكتشفوا الحقيقة، كلنا بنصلي بروح واحد يا سيد، الروح اللي وضعته فينا وثقلت قلوبنا بخلاص كل المسلمين. بناديك من فضلك يا رب، اشرق بنور المعرفة، اشرق بنور النعمة، اشرق بنور المحبة، عشان خاطر الناس تعرف راسها من رجليها وتفكر في مصيرها الأبدي وما تهلكش. فعقل النفوس يا رب وحكمها وقدها إلى خلص نفسها لتستمتع بيك وبالحياة الحقيقية وياك، ويفوقوا من الأوهام ويعيشوا في سلام. أطلب هذا في اسم يسوع المسيح، ولك كل المجد. آمين. آمين أيها الأحباء. الله يسمع ويستجيب.